جسمك شكله بيتحسن وبتلبس التيشيرت هدومك بتكون فارقه، لكن بتقف على الميزان تلاقي نفسك ثابت. المشكله دي موجوده عند كل البشر، والنهارده هشرح لك هي ليه بتحصل، وفي نفس الوقت هقول لك الشرح. فتاكد انك تكون متابع الفيديو ده للاخر، وكمان تركز في كل حرف هيتقال. دلوقتي انا وانت بنروح الجيم ليه يا كابتني؟ بنروح الجيم علشان شكلنا يتغير، مش عشان الميزان يتغير. الميزان نفسه ده مجرد رقم ثابت. افهمك الموضوع تافه لدرجه ايه اللي انت حاطه في دماغك. لو انت وقفت على الميزان قبل ما تخش الحمام، في الغالب هيكون وزنك زياده عن الوزن اللي انت كنت ممكن تشوفه 400 جرام مثلا ولا حاجه. فانت بتتكلم في نص كيلو ممكن يكونوا مختلفين بسبب بس اللي انت دخلت الحمام. عشان كده معظم الناس بتحب توزن نفسها الصبح بعد ما تخش الحمام. فالنقطه هنا انت ما يفرقش معاك وزن جسمك طالما انت مش داخل بطوله معينه ليها علاقه بالميزان. طالما انت شخص طبيعي عادي جدا، هدفك اللي انت شكلك يبقى حلو في الهدوم وتقلع التيشيرت تبقى فرحان بشكلك، ما يفرقش معاك الميزان لان انت مش مربوط بفكره الميزان. طيب التطور بتاعك المفروض يبقى تطور عامل ازاي؟ زي اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا بقى، وناس ناشفه وعروق والكلام ده؟ لا خالص. احنا ناس بشريين طبيعيين جدا، عندنا حياه وعندنا مسؤوليات وكمان عندنا جيم. فبالتالي التطور بتاعنا لازم نقارنه بنفسنا من اسبوع فات، من شهر فات. ما نقارنش نفسنا باي حد تاني، لان انت ما فيش حد زيك يا كابتني. ركز كويس في النقطه دي، لان انت فعلا مفيش حد زيك كابتني. انا كوتش احمد عجلان، عامل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين. فتاكد ان انت تكون عامل متابعه وشير لصاحبك عشان هو كمان يستفيد. ولو عندك سؤال في اي حاجه سيبولي في الكومنت او في الدايركت مسج. سلام.